تعالوا بينا نشوف اللقاء ونعود مرة أخرى. وما زلنا أعزائي المشاهدين بكلية التربية بجامعة عين شمس، ويسعدنا أن نلتقي بالأستاذ الدكتور سعيد خليل عميد كلية التربية جامعة عين شمس. أهلا بك يا فندم. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين وحضراتكم. الدكتور سعيد، كلية التربية وأقسامها ومكانتها في محراب العلم، حدثنا أكثر عن كلية التربية بجامعة عين شمس. هي كلية التربية جامعة عين شمس من أقدم الكليات في مصر وفي الوطن العربي. كانت تقريبا هي الكلية الأولى المنوط بها تخرج معلمين على مستوى الوطن العربي، وده كان في فترة سابقة كان كل اللي بيدرس في الوطن العربي خريجي تربية عين شمس. كل اللي حصلوا على دراسات عليا سواء كان ماجستير أو دكتوراه من أقسام كلية تربية عين شمس. كل الأساتذة اللي بيدرسوا في جامعات دول عربية وغيرها كانوا من خريجي تربية عين شمس أو أساتذة عاملين بتربية عين شمس. كلية التربية حاليا فيها 17 قسم ما بين 4 أقسام علمية اللي هي زي الرياضيات وعلوم البيولوجية والفيزياء والكيمياء، بجانب اللي عندنا 7 أقسام أدبية أو علوم إنسانية زي الأقسام اللي هي اللغات اللي هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية، بجانب قسم الجغرافيا والتاريخ وهكذا. يعني بجانب بقى طبعا 6 أقسام عندنا من الأقسام العلوم التربوية اللي منها الصحة النفسية والتربية الخاصة والتربية المقارنة وأصول تربية، طبعا مناهج وطرق تدريس إلى آخره. نعم. يعني بمعنى أن كلية التربية تعتبر كجامعة، تعتبر جامعة في تحتوي على التخصصات العلمية والأدبية والتربوية. نعم. دكتور سعيد، كلية التربية وخريج كلية التربية واحتياج سوق العمل، هل تكفي احتياج سوق العمل؟ فيه متطلبات ليه وفي احتياجات ليه؟ هو طبعا كلية التربية سواء كان تربية عين شمس أو أي كلية تربية في مصر هو المنوط بها خريج معلم. نعم. فيفترض أن المعلم اللي هو خريج كليات التربية يبقى له وضع وظيفي معين يعين على أساسه. نعم. وبالتالي لابد من إعداده، يعني لابد من الإعداد الجيد للمعلم. فسوق العمل احنا ملناش مثلا زي مش مع احترام الكليه التجاره، كليه التجاره ممكن تخرج محاسبين حتى في وزاره التربيه والتعليم حتى في كليه التربيه، لكن خريج كليه التربيه ملوش مكان واحد بس غير وزاره التربيه والتعليم اللي هي المدارس فقط. طيب احنا بنلاقي في سوق العمل كليات زي كليه الاداب والدراسات التربويه حتى يتساوى مع خريج كليه التربيه، هل بيكون بنفس قوه الطالب خريج كليه التربيه؟ هو كان في فتره طبعا لغايه فتره قريبه كانت كليات التربية اللي شغالين في وزارة التربية والتعليم هم خريجي فقط كليات التربية. نعم. في فترة ما قالوا ان ممكن يشغلوا خريجي كليات الآداب والعلوم والتجارة ويسيبوها للناس بس بعد ما ياخدوا دبلوم عام تربوي. نعم. عشان يتساووا بخريج الكلية. لكن النظامين ما نقدرش نقول من هو الأحسن، بس هو الأفضل. الافضل انه يبقى او الافضل نعم. ان يبقى خريج كليات التربيه، وخاصه كليات التربيه اللي فيها النظام التكاملي اللي هي زي تربيه عين شمس وتربيه اسكندريه، اللي فيها مدرس التخصص مع التربيه كلهم في مكان واحد. الولد بيخش من البدايه هو حاطط في ذهنه مؤهل انه هيتخرج معلم. نعم. غير لما انا ابقى خريج علوم انا عايز ابقى كيميائي او مثلا في الفيزياء عايز اشتغل في معامل بره، لكن لو الحال ما مشيش معايا في المعامل انا بروح لوزاره التربيه والتعليم عشان اخش في المسابقه واتعين. دي عمل فجوه، يعني دي عملت فجوه في مستوى المدرس. ولما اجي اقول مستوى المدرس ما بنقارنش تربيه عين شمس وتربيه اسكندريه، لان احنا دلوقتي المسؤول عن المدرس في الفصل او المدرس في وزاره التربيه والتعليم عده كليات تربيه. نعم. وعده انظمه، فما اقدرش، فما فيش مقياس يقول والله ان كليات التربيه بتخرج معلم دون المستوى. فبالتالي لازم يعني اذا كنا هنرجع للنظام زي الاول لابد ان يكون المعلم هو خريج تربيه فقط. نعم. اللي يخش لابد انه يكون مؤهل تربويا، والاقدر بالمؤهل تربويا هو المؤهل في كليه التربيه. بعيدا بقى عن الدبلوم، لان انا صرفت عليه 4 سنين بيدرس تربيه مع تخصص. نعم. لكن لما اجيب واحد مهمته انه يتخرج في اي شغله تانية وبجيبه، دي كانت وظيفه مدرس كانت درجه تانية بالنسبه له. نعم. لكن عندنا هنا بالنسبه لكل طالب داخل كليه التربيه هو الوظيفه الاولى والتفكير الاول انه يبقى معلم. فاصبح بشبه انه عنده رساله هيعملها. دكتور سعيد خليل، ما هي رؤية سيادتكم في تطوير منظومة العملية التعليمية؟ هو بالنسبة لمنظومة العملية التعليمية من كل المناقشات والأبحاث اللي عملوها الأساتذة التربويين
في منتهى في كل التخصصات، سواء كان تخصصات تربويه او تخصصات علميه. هو منظومه ثلاثيه، واحنا مش احنا بنقولها، دي موجوده في سنغافوره، اللي هي منظومه الثلاث حاجات اللي هم القيم، يليها المهارات، يليها المعارف. القيم اللي نقصد بيها بقى القيم بتاعتنا، القيم المصريه الاصيله، قيم المواطنه، قيم العادات والتقاليد المصريه، خدت بالك، قيمة العدالة، قيمة الحرية، دي كلها قيم لابد ان تمارس داخل كليات التربية. نعم. الحاجة الثانية المهارات، وايضا مراعاة الفروق الفردية. طبعا، ما هو ربنا لما خلقنا بفروق فردية. نعم. يعني خلق ان انا معلم وما اشتغلش غير معلم، سيادتك محاسب ما تشتغلش غير محاسب، سيادتك مذيع ما تشتغلش غير مذيع، لما يجي يشغلوك مدرس قول والله ما اعرف. احنا بالتالي لازم تسيب المدرس هو يعني تم تأهيله انه يبقى معلم. نعم. خلاص ده نبقى خليه معلم، لكن ما أهلش ان حد يبقى طبيب واروح اشغله مثلا مهندس وهكذا. ليه بقى احنا جاي يعني مثلا المهندس خريج كلية هندسة، الطب خريج كلية الطب، ليه المعلم ليه من كل الكليات اللي في مصر كلها؟ هي دي المشكلة اللي بتعانيها حاليا. الحاجة اللي بتعانيها تاني بجانب منظومة بقى القيم، لابد انها ترجع قيمة تقدير المعلم. نعم. في مصر. وقيمة تقدير المعلم دي أنا أعتقد أنها مش هتيجي غير من أولياء الأمور ومن المجتمع المصري. نعم. لأن مفيش حاجة اسمها تمنح حد يجي بقرار أن أنا أبقى خلاص ذو احترام في المجتمع. لابد أن أولياء الأمور يقدروا دور المعلم. وعلى فكرة معظم معلمي مصر ناس محترمين وناس مؤهلين، بس هي المشكلة بعض الطفرات أو بعض المشاكل اللي بتحدث من القلة، هي ديت اللي بتعمل، هي دي اللي بتذاع الفضائيات وبتذاع وسائل الاعلام. لكن معظم المعلمين عندنا 1.4 مليون تقريبا معلم. المليون دول يعني نسبة عالية جدا منهم ناس محترمين واصحاب اسر. بعض الردود الفردية، ردود فردية. بس الردود الفردية هي دي اللي ظاهرة المجتمع. وكأن المعلم مثلا او ال10 او ال20 دول لما تيجي تحسبهم نسبة لا تقارن. بتقيس بقى كل معلمين مصر على هذه النسبة، وده خطأ. دي ادي القيم، فدي قيمه تقدير المعلم، وبالتالي تقديره كمان هيجي من رعايته اجتماعيا وصحيا وماديا في المرتبات. حياه كريمه، وفر حياه كريمه للمعلم، اديله القيم هيتعلم الانتماء. نعم. لكن انا دلوقتي لما اجي اعلم واحد انتماء وما خدش حقه، ما هو هينتمي ازاي؟ هينتمي للمدرسه بتاعته ازاي؟ يفقد قيمه المساواه. ايوه. نعم. بالظبط. المهارات بقى، المهارات اللي محتاجينها للمعلم عشان نعده عشان يشتغل مع الطلبه، العنصر الثاني. فالمهارات ديت اللي هي المهارات ازاي، مهارات مش بس مهارات عمليه يعني مثلا بتاع كيمياء او بيولوجي، لا ده مهارات كمان، مهارات التواصل، ازاي يتواصل مع طلابه، ازاي يتواصل مع زملائه في المدرسه، ازاي يتواصل مع المدير بتاعه. ده بياتي من الاعداد التربوي، من الاعداد التربوي داخل كليات التربيه. نعم. بجانب بقى المهارات اللي هي المهارات الحياتيه والمهارات الاداريه والكلام ده كله. تيجي بعد كده الحاجات اللي هي الاخيره بقى اللي هي المعارف. المعارف بقى اللي ممكن ياخدها من المواقع الالكترونيه، ممكن ياخدها من بنك المعلومات، ايوه، ياخدها مثلا من اساتذته داخل كليات التربيه. المعلومات اللي ممكن ياخدها من المكتبه العامه او المكتبه الكليه، ممكن ياخدها من خلال المواقع المهمه في المواقع الالكترونيه، وهكذا. فدي منظومه بتشمل كل المنظومه. لو احنا عملنا اعداد جيد للثلاث قيم، اسف، للثلاث عناصر دول، بالتالي هنبدا نعد معلم معقول يعني. في نهايه اللقاء دكتور سعيد حابب تضيف حاجه؟ لا، هو انا بس انا بشكركم، بدعي ان شاء الله لكل المعلمين يكونوا هم اصحاب رساله. اتمنى ان شاء الله للبلد انها تكون بخير وتعدي ان شاء الله وتنهض باذن الله بفضل اولادها باذن الله. في نهايه اللقاء بنتقدم بالشكر للدكتور لا اهلا بيك، عميد كليه التربيه بجامعه عين شمس. اهلا بيك، شكرا، الله يكرمك، اهلا بيك. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا اللقاء، على أمل اللقاء بقيمة وقامة علمية أخرى. أستودعكم في رعاية الله وأمنه.